مساء الخير عليكم متابعينا الكرام. كيف دايرين؟ اش كتعاودوا لاباس عليكم؟ والله لا انها فعلا مهزله كنعيشوها، واقعيه. متابعينا الكرام، اش ظهر لكم فهاد الشيء اللي فعلا كنعيشوه وغادي وكيتفاقم في المجتمع المغربي، فولينا كل يوم من قضية كتولد قضايا، ومن شكاية كتولد شكايات. ففعلا حنا في مواجهة عصابات، أو بالمعنى الأحرى ولات حرب يوتوبية اللي من الأكيد والمؤكد أنها بدات كتأثر على الأسر المغربية. هاد الأفعال اللي حنا كنستنكروها فعليا اللي الوقت الحالي كيف ما كنشوفوا بأن فعلا الجمعيات اللي تدخلات والشكايات اللي تفعلات خلات الجميع في حالة تأهب، لأنه كنشوفوا واحد حالة الاستنفار عند أصحاب قنوات اللي فعلا ما اتعظوش ولا خداو العبرة من الناس اللي سبقوهم، وكان هناك عقوبات اللي رادعة لهم كأحكام صارمة في حقهم. لكن للأسف كيف ما كنشوفوا الموضوع ديال الناعمة البدوية، فاحنا كنا كنحلوا في مشكل ديال بينها وبين بناتها، وكنحاولوا ما أمكن باش يتسد هاد الباب ديال الفضائح اللي ولينا كنعيشوها يوميا وكتنشر لنا في هذه المنصة الحمراء اللي فعلا الأمور لا تبشر بالخير نهائيا، خصوصا من بعد تدخل الجمعيات. وكذلك كيف ما كنعرفوا الأستاذة البقالي اللي كانت عندها واحد الإشارة نفس النقطة اللي يتكلم عليها المحامي، وهو أنه عودة حملة بونضيف من جديد من أجل الحد من المحتوى اللي هو دون المستوى والفاضح. وكذلك كيف ما كنعرفوا على الموضوع الرائج اللي كنتمنوا فعليا يكون اتخاذ إجراءات اللازمة والصارمة في حق الأطفال اللي كيتم التسول الإلكتروني بهم والاتجار بهم. وكيف ما كنشوفوا هاد الناس اللي كانوا كيحاولوا أنهم يبينوا لنا أنهم كيتحداو القانون، لكن اليوم حنا أمام معضلة كبيرة، الناعمة البدوية اللي كنشوفوها فعلا اتخذت الإجراءات القانونية ديالها. وكيف ما كنعرفوا هناك شكايات مضادة. جمال اللي الزوجة ديالو دارت شكاية بنائمة البدوية، هنا ما وقفاش الأمور عند حدها، كذلك غادي تتحرك البدوية وغادا تهيج عليه القنوات والرأي العام، وما خلت فيه حتى شي حاجة. كيف ما كتشوفوا هاد الناس هادو اللي كيحاولوا يجبدوا لنا الارشيف وكيحاولوا يفهمونا بانه كل واحد غادي يربح الثاني بما لديه في جعبته. لكن للأسف اللي خصنا نعرفه هو أنه دائما الأمور مني كتوصل للقضاء فالقضاء كيبقى هو الفيصل الأخير. فكيف ما كنعرفه كذلك غنتكلموا في النقطة ديال يسرى ستيل اللي خرجت البارح وبغات تلعبها على المتابع، ولكن كنظن إلا عندكم شوية دراية في لغة الجسد غادي تبين لنا المفهوم أنه ماشي هو المضمون. متابعينا الكرام، كنتمنى أن كنشرح لكم نقطة بنقطة، فغادي نتكلموا في مواضيع كاملة وغادي نوضحوا بعض الأمور وغادي نحاول نوصل لكم بعض المعلومات من الكواليس. كنتمنى أنكم تخليوا لي الرأي ديالكم، وكذلك ما تنساونيش التعليق ديالكم، شي حاجة اللي مهمة بالنسبة لي لأنها كآراء بخصوص قضايا كتهم المجتمع ديالنا. وكذلك كثروا من اللايكات باش نحاولوا ما أمكن تروج هاد النصائح والرسائل اللي تعم على المجتمع ديالنا بالخير ماشي بالخراب اللي كنشوفوا به دابا، لانه فعلا الوقت الحالي كنعيشوا واحد المرحله مع هاد الناس هادو ديال جناو على نفسهم بنفسهم. فالخرجة ديال البدوية اللي كانت فعلا من تأييد واحد الصديقة ليها اللي غادا ممكن تضيع عليها حقها أمام القضاء في حق جمال.
لأنه كيف ما كنشوفوا البدوية ما بقاتش غادا تسكت حتى هي على حقها، بحكم حتى جمال حتى هو ما مقصرش في البدوية، فهو كيشكي كيقول لك بأن هاد الإنسانة ما خلات ليش، وكذلك بأنه كيعيش حالة نفسية. وكنظن بأن البدوية حتى هي واحد الإنسانة مضرورة، وهنا غادي نشوفوا الأمور باش غتسالي أمام القضاء، اللي فعلا ولات المحاكم تعج بقضايا اللي هي فعلا أتفه من التفاهة. الناس اللي مفروض يقدموا لنا محتوى اللي هو يكون هادف واللي نستافدوا منه، واللي كذلك يعطينا شي طاقة باش نعيشوا اليوم ديالنا. لكن للأسف ولينا الرائج عندنا هو فقط الشكايات والمحاكم والمحامون والجمعيات اللي كيحاولوا يستغلوها بعض القنوات كعنصر للتخويف. فغنعاود نشرحوا هذه النقطة. فكيف ما كنعرفوا بأن الدور ديال الجمعيات هو دور مدني ماشي للتخويف والترهيب، لكن للأسف الله يهدي شي ناس اللي يمكن كتنقصهم شوية ديال الثقافة وما عندهمش واحد الباجاج في المخ ديالهم باش يعرفوا على دور الجمعيات ما هو. كيف ما كنشوفوا كان اللقاء ديال النعيمة البدوية مع الجمعوية، وكذلك كنعرفوا بأن نعيمة البدوية كطالب بالحق ديالها بالنسبة للأمور اللي قام بها جمال في الحق ديالها وفي حق عائلتها. فهنا فعلا هاد الناس هادو كيدخلوا المتاهة وبالاخير كنشوفهم كيخرجوا كيبكيو الدموع وكيشكيو. فهاد الجمال هذا اللي كنشوفوا بانه اتهم حتى سعيد واتهم صديقه ديال نعيمه البدويه، وهنا ولينا كنتعتبروا عصابات. ما احلاه من لقب، ما أحلاه من لقب يتنزع منكم لقب ديال الناس اللي فعلا كتبتوا الوجود ديالكم وكتحاولوا تعطونا واحد الصورة زوينة على المجتمع المغربي، ولكن للأسف وصلنا أنكم مؤثرين بدرجة أنكم آخذين اللقب ديال عصابات، عصابة ضد عصابة. يعني ما خليتوا العصابات الحقيقية حتى شي حاجة في الارشيف. فمتابعينا الكرام، واش كتشوفوا بان الامور غادا تخرج سليمه، ولا اكيد غادي يكون دفع الثمن كيف ما كنقولها لكم دائما غالي وغالي بزاف؟ فغادي ندوزو للنقطه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها وغادي نشرحوها بكل وضوح، وغادي نوصل كواليس اللي هي خطيره جدا، بلا كذوب، بلا ما يضحكوا على المتابع وبلا ما يحاولوا يراوغوا المشاهد، فقط من أجل تنوير العقول اللي كيحاولوا أنهم يرسخوا لهم أفكار اللي ولات الوقت الحالي كتآدي الأسر المغربية. متابعينا الكرام، ما تنسونيش من الرأي ديالكم وقولوا لي باش غتسالي حريرة أمي نعيمة البدوية هي وجمال، وزيدوا سعيد اللي داخل دابا في جوج قضايا، قضية ديال بينه وبين بنتها والقضية اللي ولات بينه وبين جمال. فهنا ولينا عصابة ضد عصابة، تنشوفوا في من غتجي الإصابة. فمتابعينا الكرام، الخرجة اللي خرجتها يسرى من بعد غياب، اللي حاولت أنها تبرر للمتابع بعض الأمور اللي ما هيش واضحة فيهم وما كانش هناك كيف ما كنعرفوا مصداقية. فيسرى مني تخرجي يا بنيتي وتحاولي تلعبيها صح وتحاولي تهندي السوق وانا ما كيهمونيش اش كيقولوا، فقولي لا، قولي انا وصلني بلغني السخون بانه انا فعلا كان عندي مشكل، هو انني واحد الانسانه متسلطه ومتجبره وقليله ادب. فكرت غير في الانانيه ديالي خلاتني نصور العرس ونمونطي بالزربه ونبغي نسبق كل شيء باش ندير البوز. ولكن للأسف خاب الأمل ديالي. فعلا أنا واحد الإنسانة اللي مستهترة ومتهورة وما عرفش بأن هذا الشيء غيعود عليا بالضرر، وكذلك غدا نوصل أنه
كاين واحد السيدة اللي هي من عائلة العريس غتقول ليا معليش ما عندكش الحق تصوريني وسمحي لينا وبالزربة وما بغيناكش تنزلينا في القناة وما بغيناش نبانو وغادا نضيع الفرحة ديال بنت عمي بهداك التصوير اللي هنتها به كيف ما هنتها بلي كادو غادا نهينها بمستوى العرس وانا عارفة العم ديالي على قد الحال ولكن بغيت نبان على المتابع ديالي وخصني المشاهدة وما ضربش الحساب لهذا الشيء فهنا يسرى وقعت في المحظور فيما لا يحمد عقباه بلا ما تكذب عليكم فيسرى فعلا طاحت في مشكل وعانت منه وكان هناك خصام ما بينها وما بين العائلة ديالها بخصوص أنها ما تشاوراتش ونزلت الفيديو كيف ما كتشوفوا حاولت توصل المعلومة بطريقتها باش تحاول أنها تبين أنها الكيوت ولكن واحد الكلمة إلا رديتو ليها البال قالتك لو كنت تشاورت ونزلتو واخا يقول لي مسحيه واخا ما نعرف شكون يكون والله ما نمسحو فهنا كيتبين لينا داك العنتته ديالها اللي كتبغي تطبقها على الجميع ولكن يا بنيتي هاد المرة ما لقيتي لهاش الجهد لأنه فعلا ما عندكش الحق ومالكش السلطة نهائيا فمتابعينا الكرام كيف ما كنعرفوا البكاء اللي خرجت كتشكي بيه وكتقول لك بأنه فعلا حتى الأب ديالها بكى عليها فخاصكم تعرفوا علاش وعطيوني قولوا لي خمنوا واكتبوا لي قولوا لي علاش باكيه داك البكاء ماشي بكري شطح عليه الضيم حقا تزوجتي وما كنتش معاك حقا طلقتي وما كنتش معاك وولدتي ما كنتش معاك لا 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 شكون فيكم يقدر يقول لي علاش بكريشة ما بكاش هي اللي مشات بكات بكريشة في الزيارة حاولت تلعب على الوتر الحساس من بعد ما لقات بأنها ولات منبوذة من جديد من جميع أطراف العائلة وبأن لبنى فعلا كانت في فترة ركود فقط لاستجماع قواها ويبينوا لها القوة ديالهم من جديد فهنا انسحب البساط من تحت رجليها خصوصا كيف ما كنعرفوا من بعد هاد الضجة اللي رجعت من جديد تفعيل شكايات اللي خاصكم تعرفوا بأنها من ضمن الناس المشكو بهم بخصوص التجارة بالأطفال داك البيبي اللي كنشوفوها بأنها غير آهلة للثقة أنها تربيه أنها اللي ماشي مثالية أنهم اللي تاجرت به هو باقي في الكرش أنها اللي مازال كتخرج مشاكل ديال النفقة وديال المصاريف ديال الولد مع الطليق ديالها أنها كتاخد داك الولد لشي أماكن اللي أنه مفروض ما يمشيش ليهم أنها اللي كان سبق ليها وقالت أنا ما غنبقاش نبين هاد الولد ولكن دون تسوق خرجات تاني فهنا كيتبين لنا بأنها فعلا سخونية الراس غادا ترجع عليها بالبرودة خصوصا من بعد تدخل مادام بقالي من جديد فالله يجيب العواقب سليمة لأنه كيف ما كتعرفوا فبلسانها كيقول لك في من أفواهكم ندينكم فمني خرجات وكتحدى الطريق ديالها وكتقولوا سير جري طوالك واللي ربحوه اللي قبل منك غتربحو انت فهنا هذا هو انه كتعتبر كتحدى القانون فهاد البنت هذه اللي كنشوفوا بانه فعلا انسانه اللي ما كتعدش ومازال خارجه لنا وكتقول لك الناس اللي كيكتبوا ليا ويقولوا لي اش ذنب داك الوليد تاخذيه للسجن علاش دوك الوليدات اللي كيتولدوا في السجن فلا مجال للمقارنة باش نكونوا واضحين كاينه ولا لا قولوا لي الرأي ديالكم وقولوا كتبوا قولوا لي هاد خيتنا واش كتبغي تضحك علينا ولا كتبغي تركب لينا القرون ولا كتصحابنا شي وحدين ضاربانا قلبنا الشمس واش اللي تحتم عليهم ومجبرون وتكتب عليهم انهم يتولدوا في السجن بحال اللي كتهزيه انتي وكتجبريه على داك الوضع وكتحطيه في داك الوضع اشنو ذنبو الحق بابا كيبغي يشوفه انتي كتبغي تصنعي الحداث والجدال
هاد الأمر حنا عارفينه من أجل التجارة بالمواضيع اللي فعلًا حنا كنستنكروا الأفعال اللي كتقوموا بها. بحال لبنينو اللي فعلًا داخلة في مرحلة التهور مؤخرًا، سالتنا من اللوكات دخلتنا للزعلوكات والزلموكات. فالطوموبيل غيبقى كلشي يدوز معاها فيها بيرمي حتى يخرج بكري شارع لاقية باش دوز بالمتابع الوقت، محتوى ما كاينش. فمتابعينا الكرام، فعلًا دقت ساعة الصفر، الوقت الحالي جا وقت المحاسبة لكل واحد، لكل من تخول له نفسه أنه فعلا يفكر أن الدنيا سايبة، أن البلاد غابة، وأن إحنا آه، كيف ما كنعرفوا البلاد ديالنا القانون فيها نزيه، ولكن هاد الناس الغرور خلاهم أنهم فعلًا يقوموا بعض الأمور اللي تخرّجهم على السيطرة. غندوزو لآخر نقطة وما غنبغيش نقول بعجالة، لأن هاد الموضوع فعلًا ما تكلمتش فيه ويحُز على الخاطر أنني نتكلم فيه. الموضوع ديال البنوتة اللي هي كنعرفوا واحد قليلة الأدب، قليلة الترابي، قليلة الحياء، تسببات ليها في ضربة في وجهها، وكان الأمر متعمد. فكيف ما قلنا لكم، كاين واحد النوع اللي بعض المرات كيحاول القانون يكون رؤوف ورحيم به، هنا كتكون المعضلة ما كيتاخدش بعين الاعتبار بأن حتى القانون في بلادنا المملكة المغربية الشريفة حتى هو كيرأف بالمواطنين ديالهم، فهما واخدينها سفلكة كيف ما كيقولوا المصريين، وما كيتردعوش وكيرجعوا يقوموا في أفعال اللي هي أوطى من اللي قاموا بها المرة الأولى. بحال هاد قليلة الحياة وقليلة الترابي اللي كنشوفوها من بعد ما دوزات مدة سجنية شهرين، خارجة كتنمر على واحد الإنسانة اللي تسببت ليها في دمار حياتها، لا دراسة ولا عمل ولا تقدر تواجه المجتمع كامل، النفسية متدمرة، دخلت في حالة اكتئاب وبزاف د الحوايج. فهنا ما كانش الردع، فهاد الإنسان اللي تتطاول على القانون بحكم أنها مفكرة وراها ركيزة وكتقول للبنت بأن تنمر لها على الأب ديالها وتقول لها باها غير معوق، وهادشي خرج للسوشيال ميديا، فهنا كيبين لنا التمادي بأن الأمور خارجة على السيطرة. وهادشي شنو سبابه؟ سبابه هو أنه فعلا خاصنا نكونوا صوت واحد، كيف ما اليوم غادي يتاخد الحق ديال هاد البنت. فكيف ما كان الحال، حنا بلاد الحق والقانون، والقانون لا يعلى عليه الحمد لله. وأخيرا تم وضع بأمر من النيابة العامة هاد المستهترة تحت الحراسة النظرية بأمر من الوكيل جلالة الملك. والحمد لله كيف ما كنعرفوا بأن أكيد حق هاد البنية غادي يتخاد، لأن حنا ما كنسكتوش على الظلم وما كنسكتوش على الحقرة. فشكرا لجميع الناس اللي ساندوا هاد البنوتة، خصوصا كيف ما كنشوفوا بأن حتى المستحقات اللي حكمت لها بهم المحكمة وهي كانت في أمس الحاجة ليهم باش دير تجميل لوجهها وتقدر تسترجع شوية ديال الثقة في النفس ديالها، ما خداتهمش. واحد المعتوهة لأنها فعلا ناقصة ترابي تخرج ومازال ترجع تهددها وتنمر عليها وتقول لها أعلى ما في خيلك اركبيه. فاليوم غنقول لك ستدفعين الثمن غاليا، مثلك مثل غيرك، واخا تكوني بنت من، وكيف ما قلتي نتيا العلويين ولا ما نعرف شنو هو، فما كلنا سواسية، كلنا مغاربة، وكلنا صوت واحد الحمد لله. متابعينا الكرام، كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى فعلا تعطيوني الرأي ديالكم في هادشي اللي تناقشت معكم فيه، كثروا ليا من التعاليق وما تنساوش ليا اللايكات ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على مشاهدة الفيديو، فبفضل الله سبحانه وتعالى والفضل كيرجع لكم كذلك. أحبكم في الله وكنشكركم على المساندة ديالكم، وغنبغي نقول لكم ما نطولش عليكم كتر هكا، إلى فيديو قادم إن شاء الله ومستجدات قادمة، والسلام عليكم في أمان الله.